السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير وبخير. كي دايرين مع الصيام ومع القيام ومع التراويح اللي كيمشيو للتراويح؟ والله يقدرنا يا ربي على الصيام والقيام يا ربي. عزيزاتي، غنشارك معكم اليوم بعض الشهيوات اللي درت هذا النهار ثالث ايام رمضان. غادي نبداو على بركه الله. غنشارك معكم مخامر كيجيو ساهلين ماهلين، وبالطريقه ديالنا حنا الجهه الشرقيه، حيت كلها وكل مدينه وكيديروه بطريقه الصراحه هنا في المغرب. ولكن انا كتعجبني هذه سهله مهله وكتوجد بسرعه وكيجي مفشفش وكيجي غزال. اول حاجه غنشارك معكم دابا هذا اللي كنوجد دابا. هذه الصباح انا كندير كل شيء الصباح كما العاده، الفياق بكري بالذهب مشري، واخا رمضان الله يقدرنا على العباده، ولكن كنقضي كل شيء الصباح. هذا دابا غنشارك معكم الملاوي ديال اكريش، الملاوي ديال اكريش ماشي الخليع. دابا درت جوج زلايف ديال دقيق الفورس. الملاوي ديال اكريش ما ديروهش بالفينو البنات، كيجي شويه بحال اللي مزيت، غير بالدقيق الابيض. جوج زلايف مع رشه ديال الملحه وصافي، عجنتو عادي باش خصني يرتاح بعدا واحد الساعتين باش كتجي العجينه مطلوقه وكتساعدنا في الخدمه. عركتو غير بيديا، عجنتو غير في القصعه، ما درتوش في العجانه. ومن بعد درت له فيلم اليمونتي وخليته يرتاح اكثر من ساعتين. كل ما ارتاح كل ما كيجي مورق وكيجي غزال. وديال اكريش خصو يجي رقيق. مهم اكريش هو داك البقايا ديال الخليع كيكون طريفه اللحم طايب في اليدام بواحد الطريقه، وهذا اكريش كيكون غير داك اللحم يعني بحال الكفته، شنو نقولوا، بحال اللي مطحون. من بعد خليته يرتاح غنشارك معكم هاد المخامر كيجيو فنين بهاد الطريقه ديالنا حنايا في الجهه الشرقيه. الصراحه كيجيو مفشفشين، مكيجيوش مزيتين، مكيجيوش مدقسين، كيجيو غزالين. زلافه ديال الفورس مع زلافه ديال الفينو. انا كندير الكونتيتي قليله، دابا رمضان ما كنستهلكوش هادشي بزاف في المغرب، يعني هادي راه ديال يومين ولا 3 ايام. رشه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر ومعلقه ديال الخميره الفوريه. صافي درتهم في العجانه والماء دافي، حيت على الخميره الماء دافي. وصافي تعجنوا مزيان في العجانه. شو العجينه كي جات هكا رخوه، ما كتجيش قاصحه وما تجيش ثقيله. هاد المخامر بطريقه اخرى، كاين المخامر اللي كنقرصوهم بالزيت، كاين المخامر اللي كنقولوا لهم حنا المخماري، وكاين اللي كيقول لهم بوسيار الخمير، وكاين اللي كيقول ما عرفتش، كاين كيقولوا لهم طلوع. كاين بزاف. هذا مخامر عاوتاني بهذه الطريقه كيجي ناشف، ولكن كيتخبز ماشي ناشف في المقله، كيتخبز بالزيت. كيعجبني انا ساهل ماهل وكيجي غزال وما كيتقلش في الفطور. هاد الملاوي اللي درت باكريش البنات راني غير شاركت معكم، راه ما يمكنش نحط كلشي في الفطور، نخليهم حتى لغدا ان شاء الله الحد. وما ندير حتى حاجه، لان حنا ضروري كيخصنا بحال خامر بغرير، ملاوي معامرين خاويين بزاف بزاف. الاشكال من المخبوزات باش تكون في الفطور ضروري مع البراد اتاي. احنا هذه باش كبرنا. من بعد صافي قرصتو على هذا الشكل في الفينو البنات، وعاد غادي نخليه يخمر. غير يخمر، كيخمرش هذا جوج خمرات بحال هذاك المطلع، وكيخمر جوج خمرات. ومن بعد صافي غادي نخبزو. كاين عاوتاني داك المخمر اللي كيتقرص بالزبده، واحد الساشيه د الفاني. كاين بزاف اشكال وانواع. انا المهم هذا درت ديالنا، ديال بحال اللي شاركت معكم ديال الجهه الشرقيه. كيجي غزال الصراحه وسريع، وكيجي مزيون خفيف خفيف الصراحه، كيتقلش. صافي من بعد خليته خمر تقريبا شي ساعه هكاك، وخا الجو راه شويه سخون. شنو كندير المقله تسخن، وكنجيب زيت المائده ماشي زيت الزيتون، وكنرش المقيله وندير بالوحيده. ضروري قبل ما تشد مزيان باش يجيك مزوين. المخامر كيبغيو يتقلبوا بزاف في المقله، وكندير الزيت ونقلب، وعاوتاني ندير الزيت من الجهه الثانيه. وصافي غادي نستمر على هذا الشكل حتى نساليه. كيجي زوين، غير جربوها البنات، يستاهل منكم التجربه. وكاين اللي كيعشقوا حتى في السحور مع عسيله وزبيده ولا مع زيت الزيتون، كيجي غزال بزاف بزاف. انا عاود عندي اختي عايشه على برا، كيتناولوه بزاف في السحور. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد غادي نرجعوا للملاوي ديالنا، وغادي نشارك معكم حتى واحد البيتزا ديال الزرع كومبلي غزاله الصراحه.
بعد ما سليت المخامر غادي نعمر البيتزا. البيتزا صراحه ما وجدتهاش في الدار باش ما نكثرش عليا الشغل. درت الملاوي باكريش ودرت المخامر ونزيد ندير عاود الباط البيتزا، ما كنبغيش نهلك راسي والصيام. بصراحه كنخدم داكشي اللي قدرني ربي عليه، نوصل مع الوحده ديال النهار نكون مساليه فطور ودار وكل شيء. غنشارك معكم هاد البيتزا هذه، عجبتني البنات، حمقاتني، مشيت لبيم بالصدفه لقيتها، ما عمري انا لقيتها، اول مره كيجيبها بيم اللي حدانا ديال الزرع كومبلي غزاله، وراها مكتوبه فيها، راني شاركتها معكم. ومن هاد المارك هذه راه كلشي موضح في الفيديو بلا ما نذكر السميه زعما. الصراحه مزيونه هاد لا مارك، هذه بالضبط هذه اللي ياخذوها غزاله. انا كناخذها حتى في الطوست زوينه بزاف اللي جربت ولكن ما كيعجبونيش. هذه خذوها في الطوست وخذوها في هاد البيتزا، صراحه عجباتني. تزرع كومبلي غزاله، عاود صحيه بواحد النسبه، وما ما كاينش ما افضل من ديال الدار. مره اخرى نديرو ديال الدار ان شاء الله بحول الله. صافي الصوص طيبتها اصلا في الدار، والكفيته درتها هاد النهار غير بالكفته راه في بصيله بالعطريه ديالها. والفرomاج انا كندير شويه من التحت، عاد ندير الكفته وندير الفرomاج من الفوق، رشه ديال الزعتر وواحد الخويط ديال زيت الزيتون. بسيطه، لان البنات عندي اللي كيبغي البصله واللي ما كيبغيهاش درتها مع الكفته باش ما تبانش، وكاين اللي كيبغي فلفله وكاين اللي ما كيبغيهاش. المهم اختصرت ودرتها بهذا الشكل وكتجي لذيذه ورائعه. عمرت البيتزا ودرتها في الفران وخليتها على جنب حتى كيقرب الاذان، وعاد هي ما كتستغرقش وقت في الفران. غير المبتدئات كنركز البيتزا طيبوها على فران سخون وخليوها من الفوق ومن التحت، والفران يكون سخون. الا كانت العافيه منقوصه ولا الفران بارد كتيبس الباط. من بعد رجعت للملاوي ديالنا، شو كي لقيتو طرخه وجا غزال، جا غزال. العجينه كتطلق وكتولي رخوه، كتساعدك في الخدمه وكتجي مرقه. ملي غتبقاي تخدميها ما غاديش تقطع، كتجي زوينه بحال التريد. هذاك هو اكريش، راه عندي المبتدئات واللي ما يعرفوش يفرقوا ما بين اكريش والخليع، راني قلت في الاول ديال الفيديو شنو هو اكريش. اللحم هو مقطع بحال الكفته، يعني مطحون مزيان. هو غير كيكون غير الخليع، كيكون الخليع كيكون طريفات، هو كيكون هكا. كيجي اللوغو ديالو غزال وكنستهلكو بزاف في رمضان. انا الصراحه العام كامل، ولكن حتى في رمضان كنخدم به. دابا ندير به واحد الوصفه ديال واحد المليويات في الفران، ماشي مليويات، كيجيو بحال شكل قرص، وان شاء الله بحول الله نشاركهم معكم بالبصله وبالفلافل، وكتجي رائعه. البصله والمطيشه عفوا، ماشي الفلافل، وكتجي غزاله واكريش. دابا نديرها في الفران ان شاء الله ونشاركها معكم بحول الله يا رب. صافي دابا انا غادي نديرهم دايرين. شاركت معكم البنات الطريقه ديال الملاوي دايرين، ماشي ما غنديرهمش كاريين بحال هذا الشكل. كيجيو باكريش كيجيوني حسن انا من الكاريين. ونعاود ناكد للمبتدئات، الملاوي اكريش ولا الخليع ما ديروش فيهم الفينو حرش وكيجيو مزيتين، خصو تكون غير الفورس. هانتوما شوفوا البنات شو البواوق اللي كيديروا هذه باش تعرفوا العجينه مطلوقه ومعروكه مزيان. منين ندير البواوق وما يتقطعش معكم. هنا غنعاود معكم وحيده للمبتدئات. كنأكد مره اخرى على الطيه كيفاش يطويو، بحال اللي كنطويو بوشيار اللي كنديرو بالزرع زعما البلدي، بحال ديك الطيه كيجيو مغايرين وكيجيو زوينين. وانا درتهم كبيبرين شويه. صراحه غادي يكون هذا هو الفطور ديالنا. ما غنزلش الملاوي، غير المخامر والبيتزا، وكذلك شي حاجه اللي من الكونجيلاتور كنت وجدت قبل رمضان كيما كاع العيالات، يعني بسيطلات ولا قنينطات ولا لينيم ولا اللي كان، والحريره اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. غادي نشارك معكم الطريقه ديال الصطياب، وكذلك كتسخن المقله وكنبقى نرش بالزيت ونطيب الطريقه التقليديه العاديه باش كنطيبوا الملاوي. حاولت نقرب لكم هنا الصوره كيتنفخوا. منين بدا يتنفخ الملاوي عرفيه راه مورق، وجاو رائعين وجاو على هذا الشكل. كانوا هذا هما المخامر ديالنا وهذا هو الملويد اكريش ديالنا. حاولوا ترقوه باش ما يجيكمش مدقس، باش يبان فيه اكريش. انا كيعجبني على هذا الشكل، وملي كيكون شويه غليظ صراحه ما كيبانش فيه اكريش، كيجي مدقس.
كيجي رائع. ودرت له انا غير نص طيبه، الا لاحظتوا راه ما محمرش بزاف، باش منين نجي نسخنو عاود نعطيه حقه يسخن مزيان عاد ويتحمر يكمل التحمار ديالو. تحمروش بزاف، الا جيتو تسخنوه غادي يبرد. والمخامر هما هادو ديالنا جاو على هاد الشكل. ونتمنى حبيباتي ما تنساونيش، راكم كتبخلوا عليا كتفرجوا وما كديروش لايك. اللي وصلت حتى لهنا لهذا الفيديو دير لايك. ومرحبا بالجديد ومرحبا بالقدامين على راسي من فوق. مرحبا والف مرحبا بالجديد. وديروا لايك البنات، لا تنساونيش ولا تبخلوش، لهلا يخطيكم. شكرا على وقت المشاهده، وبارطاجيو القناه باش تعم الفائده. لهلا يخطيكم عليا. شكرا، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.